السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، والايام كلها كده جميلة، ويعني والدنيا حلوة قوي قوي كده قدامنا كلنا. فان شاء الله هنعمل مع بعض ام علي، طاجن يعني ام علي، طريقة جميلة جدا بالماء الفاي، وطريقة سهلة، وحاجة كده يعني الطعم خيال، يعني أحسن من اللي انت تجيبيها من بره بكتير. حاجة نظيفة كده في البيت، وحاجة جميلة جدا، وهتدوقيها يعني هتلاقيها فعلا فعلا في فرق كبير جدا بينها وبين ايه الجاهزة اللي من بره. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات يا حبايبي. ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات. اول حاجه في المكونات اللي هي الاساسيه طبعا، اللي هو الملفاي واللبن والقشطه والسكر والفانيليا. لو انت بقى عايزه تعمليها برضو بالجلاش او الرقاق، بتحطي له معلقه سمنه بعد ما بتكسريها كده، تحطي له معلقه سمنه، حطيها في صينيه ودخليها فرن البوتاجاز، وايه وتقلبيها برضو بايديكي، بحيث انها ايه ما تحمرش منك او تتحرق، لا يا دوب بس تديكي اللون الذهبي الجميل. وبعد كده ايه تكملي بقى بقيه الوصفه. انا جبت بقى خلاص كده طبق عشان اكسر فيه الملفاي، وما تكسرهوش صغير عشان ما يعجنش منك. يعني بصي زي ما انت شايفاني كده، حته كده حلوه. ليه؟ كل ما تكسريها صغيره جدا هتلاقيها عجنت معاكي وتبقى بالطعم مش حلو، لكن قطع كده حلوه كده جميله جدا، وتحسي كده بايه بالقرشه الجميله كده اللي فيها. خلاص هتكسري بقى كل الكميه اللي انت جايباها. انا جبت واحده بس اهي كده، وكسرتها قدامكم عشان ايه يعني لقيتها دي يا دوبك كفايه. جبت بقى الطواجن اللي احنا هنعمل فيها، حطيت فيها بقى اهي الملفي، وزعته على الاربع طواجن بالتساوي، بحيث انك انت ايه يعني ما تعديش النص، ما تعديش نص الطاجن، عشان لسه طبعا المكونات اللي هنحطها هتعليه، وايه وعشان برضو اللبن ما يفورش معاكي فين في البوتاجاز. خلاص كده انا بقى لقيت اهي كميه كبيره، رحت ايه جبت برضو واحد تاني اهو بقى من 5، عشان لقيت عندي انا الكميه كبيره. ليه؟ لان زي ما قلت لك مش هنعدي النص. عندك بقى شويه مكسرات، شويه سوداني، حطيهم بقى كده عليها قبل ما تضيفي اللبن خالص، كل الحاجات دي كده مع بعض. وزعيه كده زي ما انتوا شايفاهم. شويه بقى جوز هند كمان حلوه قوي قوي، بتديها ريحه جميله جدا وطعم حلو قوي. وبعد كده ايه هنحط كمان شويه زبيب عليهم. لو انت بقى مش حابه حاجه من دول كلهم استبعديها عادي، بس بقى دي بتديها طعم خطير خطير خطير. والمكسرات دي والسوداني ده انا كنت ايه مدياله بقى ايه تحميصه صغيره كده ايه على البوتاجاز عشان يضيع بس الرطوبه اللي فيه. جبنا بقى اللبن سخن، يعني انا غليته على طول وجبته سخن، وحطيت عليه الكوبايه الا ربع سكر عشان ما يديكيش الطعم المسكر قوي، وايه وكيس فانيليا. وحطيت كمان عليه ايه الكريمه اللباني اللي هي بتاعت الحلويات، برضو لو انت مش عايزاها استبعديها، يبقى القشطه بس ايه كفايه عليها. خلاص دوبنا بقى كل الثلاث حاجات دول مع بعض. حطي بقى على الطاجن، خليها ايه اللبن مغطيه، يعني ما تزوديش عن كده، يعني ما تعليش كمان اللبن قوي، عشان زي ما قلت لك برضو ايه ما تطلعش معجنه. حطي بقى في كل الطاجن اهي كده اللبن اللي هو محتاجه، يا دوبك تتغطى، يتغطى بس اللبن، بحيث عارفه انت لو حطيتي بقى ايدك كده بالمعلقه في قلب الطاجن هتلاقي ايه اللبن لسه كتير قوي ايه يعني ومكفي وزياده. خلاص جبنا بقى بعد كده قشطه بقى، انت شايلاها من اللبن مكوناها يعني حبه في حبه كده لحد ما بقوا حبه كده حلوين معاكي. او جبتي برضو قشطه كده جاهزه غير الكريمه اللباني، او لو عايزه تحطي برضو كريم شانتيه حلو قوي قوي قوي، هتضربيه في كوبايه لبن طبعا وبتحطيه عليها. بس انا جبت الكريمه اللباني الحلواني، وحطيت القشطه ايه بتاعت اللبن اللي انا كنت ايه يعني مخزناها كده. وزعيها بقى بالمعلقه كده على الوش زي ما انت شايفه كده. يعني تحطي بقى ايه يعني كميه حلوه كده، لان احنا مش هنحط سمنه، هي يا دوبك الكريمه اللباني مع القشطه دي ادتنا الدسم الجميل جدا، ومش يعني مش عايزين اتقل من كده. خلاص كده زي ما انتم شايفين، جبت بقى في الاخر ايه معلقتين كبار سكر بودر، ورشيهم بقى على الوش بعد انت موزعه القشطه بقى كده. رشي بقى السكر بودر ده على الوش، يا على الجمال وعلى الطعم وعلى الريحه بقى. دخليها بقى في الشبكه اللي في النص في البوتاجاز في الفرن، وولعي الشوايه لان دي كلها حاجات مستويه. ولعي الشوايه بس عليها، بس عينك عليها، يعني ايه ما تخليهاش ايه يعني تنسيها كده عشان ما تحرقش. خلاص دي كده بقى بعد ما استوت، شايفين بقى الجمال والطعامه، يعني مش عايزه اقول لك ايه بقى ريحه ريحه وطعم. بصوا بقى انا ايه يعني بناخد بقى منها معلقه قدامكم عشان اوريها لكم. بصوا بقى
بصي يعني طعمها جوسي كده، وبصي واللبن بصي عمال يسقط منها ازاي. يعني خطيره خطيره، لا معجنه ولا ناشفه، حلوه قوي قوي قوي. طالعه بقول لك الريحه بقى من الفرن عشان السكر كمان اللي كان على الوش، خطير خطير خطير. جربوها بقى وهتعجبكم ان شاء الله. بالطريقه دي سهله جدا وما خدتش معانا يمكن اكتر من 10 دقايق. حلوة قوي 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 يعني، بصوا مش عارفة اوصف حلاوتها كمان. وهتعجبكم ان شاء الله. واللي اول مرة يشوف القناة، ولو انت برضو عايزة تحطيها في طاجن واحد كبير عادي، بس انا وزعتها على الطواجن عشان ايه تبقى يعني كل واحد كده ايه ياخد اللي عايزه. هتبقى جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. واللي اول مرة برضو يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.